العصر الآخر لا أصدق أني ألامنم أنهم فعلوا بك هذا يا أمه الناس وانش لا يهم في السماء البيجيناتي أدمت أدمتش أزاون توانات قط أنت ناقرالج تقول حملته في بطنك تلالش بهوري زتني وتشكمكت ومات أبوه بعد ولادته أباتو بتولد بورو موت فكنت له أبا وأما أباتم ناتم هون كل لسنا لتعلق أهتو من حبي لا كمولدي تنسى أفطمه إلا بعد 3 سوست سنوات عامت نبريت أباوس وبعد أن تركه بنفسه راسو براسو جزيس كتو درس أسبغت عليه كل موددنا حبي فكرين هلو ستأوت فلما بلغ سن لاك الزواج أمت دار سيدرس زوجته من فتاة كانديت كمود دار سيترجا دار كوتس بس أبايا بدينوا لبيت فوتشا بالله تكبرو تايتشين طلقها بعد 5 كأمست سنوات عمت بوهلا فتات بعد أن أنجبت له عند ولداً سيتنا وبنتا. عندون دلش كامت أتشلت بوهلا فتات لأنها كما السن يقول دميلو غير يتمارت مساعدها. شيء دلتشن وتزوج أخرى ليلة تعمل عقب استمارنتن متسرى وقمت أنا بتربية أني ابنه ልጆቹን وولده. በማሳደግ ተጠመድኩ وكنت أخدم ሚስቱንም زوجته መካደም ነበረ لكونها مدرسة አስተማሪ ስለሆነች ونفسي راضية. ደስተኛም ነበርኩ وبعد فترة ከጊዜ በኋላ أصبحت لا تحب ምግቤን طعامي. ያለመውደድ ጀመረች وتقول አለችም أني لا أعتني እኔ بالبيت ቤቱን كما በሚገባ ينبغي. አልተንከባከብኩም فطلبت خادمة ስለዚህ وتكفلت ሌላ የቤት ሰራተኛ بها في ቀጠረች مرتبها. ደሞዟንም መክፈል ጀመረች ولما جاءت الخادمة ሰራተኛዋ መጣች ጊዜ استغنوا عن خدمات በአገልግሎት የተኩራሩ وأصبحت ضيفة ثقيلة على እያደር زوجتي. አሰልቺ እንግዳ እየሆንኩ መጣሁ በልጄ ሚስት ላይ أصبحت እያደር ضيفة ثقيلة على አሰልቺ እንግዳ زوجتي እየሆንኩ ابني. መጣሁ በልጄ ሚስት ላይ በማያገባት تتهمني መግባት بالتدخل فيما ጀመረች لا እያለች يعنيني. ትወቅሰኛለች وأني أتدخل በሰራተኛዋ في ጉዳይ شؤون እንደገባው ነገር بل እንደውም وأني أتلفظ عليها በማይገባት بألفاظ ቃላት لا تليق. እንደምናገራት ወቀሰችኝ أصبح ابني لا እያደር يكلمني. ልጄን ያለማናገር ያዘ بل أخرجني من غرفتي እንደውም داخل ከቤት البيت. ውስጥ ካለው ክፍል ያስወጡኝ بل أخرجني من غرفتي እንደውም داخل ቤት البيت ውስጥ ካለው ክፍል إلى ያስወጡኝ المسرح الخارجي ከቤት للبيت ውጭ ወደ ተሰራው ክፍል حيث سكن الخادمة. እንደውም ሰራተኛዋን በኔ ቦታ وأدخل አስገቧት الخادمة مكاني لحاجتي ሰራተኛዋን በኔ ቦታ አስገቧት أدخل الخادمة مكاني ሰራተኛዋን በኔ ቦታ لحاجتهم አስገቧት لها كما يقولون እንደሚሉት وخوفهم ለሷ عليها. ስለሚፈሩላት أما أنا እኔንማ فانتهت حاجتهم ጉዳያቸው لي. ሁሉ አብቅቷል ولماذا يخافون علي؟ ለምንስ ይፈሩልኛል لا أصدق أمه أنهم እኔ አላምንም እናቴ እነሱ لا أصدق እኔ أمه አላምንም እናቴ أنهم فعلوا هذا بي. እነሱ አንቺ ላይ ይህን ይፈጽማሉ ብዬ تقول تحمل ትላለች ቻልኩት تحملت هذا ይህንንም وغضبي ችዬ ወደድኩ وكتمت غيظي ንዴቴንም ደበቅኩ لأنه ابني ምክንያቱም ልጄን أحبه. እወደዋለሁ ثم لأجل ደግሞ ولدي ለወንዱና من ለሴቱ ልጅ زوجتي ስል الأولى. ከመጀመሪያ ሚስቱ ለወለዳቸው في يوم አንድ ቀን عدت من زيارة ابنتي ሌላ التي ከተማ تسكن የምትኖረዋን في ልጄን مدينة ዘይሬያት أخرى. ተመለስኩ فلما توجهت إلى الملحق الذي ወደምኖርበት أسكن فيه ሰርቪስ ሲሄድ وجدت عفشي አገኘው ዕቃዬን وفراشي ፍራሼንም وصندوقي الصغير ትንሿ ሳጥኔንም قد وضع خارج الغرفة. ከክፍሉ ውጭ ተጥሎ ولما طرقت الباب عليهم በሩን ስቆረቁርባቸው ምክንያቱን ስጠይቅ قالت زوجة ابني የልጄ ሚስት አለችኝ وابني يقف ልጄ خلفها. ከኋላዋ ቆሞ لقد احتجنا ሰርቪሱን للملحق ፈልገነዋል ليكون مستودعا لأصحابه. የዕቃችን መጋዘን እንዲሆን قالت አለች وأنا أين أذهب؟ እኔ ሴት ልሂድ አልኳት أنا أين እኔ أذهب؟ ሴት ልሂድ وفي مثل هذا الوقت በእንደዚህ አይነት ወቅት قالت አለች يعني الزوجة ሚስቲቱ قالت اذهبي إلى أي አለች مكان የትም ቦታ ሂጂ اذهبي የትም ቦታ إلى أي مكان ሂጂ إلا داخل البيت ቤት ውስጥ ሲቀር وأرض الله واسعة. የአላህ መሬት ሰፊ ነው አለችኝ لا እኔ أصدق አላምንም እናት لا أصدق أماه أنهم يفعلون هذا. እነሱ አንቺ ላይ ይህን ይፈጽማሉ ብዬ أين القلوب؟ የታሉ ልቦች أين المشاعر؟ የታሉ ስሜቶች تقول الأم ትላለች እናት العجيب የሚገርመው أن ابني خلفها ልጄ ከኋላዋ ነው لم يحرك ساكنا ولم ምንም ينطق كلمة. አልተንቀሳቀሰም አንድም ቃል አልተናገረም طرقت باب الجيران የጎረቤትን በር في አንኳኳው جو شديد በጣም البرودة. ብርዳማ በሆነ ወቅት ላይ فلما دخلت ወደ على ጎረቤታችን جارتي ዘንድ قلت ስገባ አልኩ أريد أن أبيت ዛሬ عندكم ሌሊት الليلة. እናንተ ጋር ማደር ፈልጋለሁ አልኩ ተገረመች ماذا أقول ምን لها؟ እንደምላት ግራ ገባኝ فصارحتها ግልጹን ነገርኳት فبكت غير مصدقة. አለቀሰች አላምንም ብላ قلت لها አልኳት فقط سأبات عندكم ዛሬ ብቻ ነው الليلة. እናንተ ጋር ማድረው ثم في الصباح ከዛም ጠዋት ستأتي ابنتي ልጄ መታ لتأخذني. ትወስደኛለች فقالت لا عليك አይዞሽ አለችኝ والبيت ቤቱ بيتك. ቤትሽ ነው تقول العجوز ባልቴቷ ትላለች الصباح ከዛም ጠዋት ላይ اتصلت بابنتي ለልጄ ደወልኩላትና وأخبرتها بالخبر. ነገሩን ሁሉ وطلبت ነገርኳት منها ጠየቅኳት أن تحضر لتأخذني መጥቷ እሷ عندها. ዘንድ እንድትወስደኝ لكنها ግን اعتذرت እሷ አማሃኘች لكنها ግን እሷ اعتذرت አማሃኘች لأن زوجها ምክንያቱም تضايق ባለቤቷ جداً. በጣም ተጠቧል عندما جلست عندها እሷ يومين ዘንድ فقط. 2 ቀን ብቻ በተቀመጥኩበት ጊዜ فكيف إذا سكنت عندهم ታዲያ እንዴት ነው እነሱ ጋር ብኖር ثم أغلقت سماعة الهاتف. ከዛም የስልኩን ማዳመጫ ዘጋችው يا الله ያ አላህ أماه أيعقل أنهم فعلوا እነሱ هذا አንቺ بك؟ ላይ ይህን ይፈጽማሉ ተብሎ ግን ይታሰባል أين جزاء الإحسان؟ የመልካም ምንዳ የት አለ أما علموا አላወቁም እንዴ أن الزوج إذا ባል فقد ቢጠፋ فبدله زوج ሌላ ባል آخر እንደሚተካ
وأن الزوجة إذا ሚስትን ذهبت ብትሄድ فبدلها ሌላ زوجة ሚስት أخرى እንደሚተካ ولكن إذا ነገር دخلت ግን الأم እናት ከሄደች فكيف سيأتون ሌላ بأم እናት ከየት غيرها ያመጡታል? لا أصدق እኔ أمها አላምንም أنهم እናቴ فعلوا እነሱ هذا ይህን አንቺ ላይ ይፈጽማሉ ብዬ تقول العجوز ትላለች አዛውንቷ። أغلقت ابنتي ልጄ سماعة የስልኩን ማዳመጫ ዘጋችው። ومعه أغلقت باب አብራም القلب. የተስፋዬን በር ዘጋችው። ተስፋ ነበረኝ أن أسكن عندها እሷ ዘንድ እንድኖር፣ لأنها ابنتي ምክንያቱም ልጄ ነች። وهي التي سوف እሷ ነች تتحملني የምትችለኝ وتتحمل كبري وعجزي ትልቅነቴና እርጅናዬን። وصرت أبكي ማለቅስ ጀመር حتى لم أجد دموعا የማለቅስበትን أبكيها. እንባ እስካጣ ድረስ። ولما علمت جارتي ጎረቤቴ بالخبر ነገሩን ስታውቅ شاطرتني ለቅሶዬን البكاء ተካፈለችኝ፣ وقالت لا عليك አይዞሽ አለችኝ። فهذا ይሄ بيتك ቤትሽ ነው፣ ونحن أهلك እኛም ቤተሰቦችሽ ነን። وعن طريق أحد በሰፈራችን المسلمين ካለ አንድ في በጎ አድራጊ لما علم بقصتي ታሪኬን ባወቀ ሰዓት وفر لي سكنا ቅርብ قريبا ቦታ ቤት وقام አዘጋጀልኝ። بتجهيزه وقال نحن እኛ مستعدون አንቺን ለማገልገል ዝግጁ ነን አለኝ። كبيرنا إلى ከታላቃችን صغيرنا. እስከ ታናሻችን كان أهل الحي የሰፈሩ ሰው ሁሉ يزوروني ይጎበኝ ነበር። ويقدمون لي كل ሁሉን شيء ነገር إلا ያቀርቡልኛል። ابني لم يزورني ልጄ ብቻ ሲቀር بل مرضت مرضا እንደውም شديدا በጣም ታምሜ وأخذني الجيران ብርቱ من ህመም المستشفى. ገጥሞኝ ወደ ሆስፒታል وصار ሄድኩኝ። أهل الحي يزوروني إلا የሰፈሩ ابني. ሰው ሁሉ ይዘይሩኝ ነበረ። إلا ابني لم ልጄ يزورني ሲቀር ويسأل አይዘይረኝም عني. ነበር፣ ስለኔም አይጠይቅም። وها أنا ያው እኔ أنتظر ዚያራውን زيارته እጠባበቃለሁ፣ وقلبي يتقطع عليه ልቤ በሱ ላይ እየተሰበረበት። وها أنا ይኸው እኔ أنتظر زيارته ዚያራውን እጠብቃለሁ፣ وقلبي يتقطع ልቤ እሱ ላይ عليه እየተሰበረበት። وأدعو الله أن يسامحه አላህም እንዲመራው ጠይቃለሁ፣ ويعفو عنه አውፍ እንዲለው። ما أرحمك أماه ምንኛ አዛኝ ነሽ እናት! رغم ما صنع ይህን ሁሉ وفعل ፈጽሞ لا زلت ያደረገውን تدعين አድርጎ له ዛሬም بالعفو ዱዓ والمغفرة. ታደርጊለታለሽ በአፉና በመግፊራ። لا أصدق እኔ أماه አላምንም እናቴ أنهم فعلوا هذا بك አንቺ ላይ ይህን ይፈጽማሉ ብዬ። ولكن ነገር ግን قسما بمن قرن عبادته የእሱን ዒባዳ ለአንቺ በበጎ ከማድረግ ጋር ባቆራኘው እምላለሁ قسما እምላለሁ بمن قرن የእሱን ዒባዳ ለአንቺ በጎ ከማድረግ ጋር ባቆራኘው ጌታ ليدفعن الثمن ولو بعد حين ዋጋዋን ይከፍሏታል ከጊዜ በኋላም ቢሆን።